بتبدأ الأحداث بجريمة قتل غامضة لبنت في عمر العشرينات، والقاتل كان حاطط على عين البنت زهرة عباد الشمس ومغطي جسمها بورود كتير لونها أحمر. بنروح بعد كده لحفل توقيع قصة جريمة وتحقيقات جديدة من سلسلة روايات اسمها ديريك ستورم لمؤلف مشهور اسمه كاسل. وكاسل ده هو بطل المسلسل بتاعنا، كاتب مشهور وبيحب الستات جدا، والقصص بتاعته دايما بتحقق أعلى نسبة مبيعات. على الجانب التاني المحققة كيت راحت تعاين مسرح الجريمة بتاع البنت المتغطية بالورد، وعرفوا إن البنت اسمها أليسون تسدال عمرها 24 سنة، وكانت شغالة أخصائية اجتماعية في مصحة صغيرة، لكن الشقة اللي هي عايشة فيها فخمة جدا، وده بسبب إن أبو أليسون من أغنى رجال الأعمال في البلد. وبالتشخيص المبدئي كيت كانت شاكة إن القاتل كان يعرف الضحية، لأن مفيش آثار لاقتحام الشقة بالعافية ولا آثار لضرب أو مقاومة على الجثة، وسبب الوفاة كانت طلقتين في الصدر من مسدس صغير. وعلى الرغم إن كيت وزمايلها شافوا جرائم قتل كتير، لكن الجريمة دي مختلفة، خصوصا شكل الجثة المتغطية بالورد كأنها جزء من لوحة فنية. لكن كيت لما ركزت كويس افتكرت إنها شافت جريمة زي دي قبل كده في قصة من قصص الكاتب كاسل، والقصة اسمها ورود من أجل ضريحك. وبنرجع للحفلة بتاعة كاسل. جينا طليقته هي صاحبة دار النشر اللي بتنشر له قصص، وكانت مستغربة إنه إزاي موت الشخصية الرئيسية بطلت سلسلة القصص بتاعته في الجزء الأخير ده. لكن كاسل كان عنده وجهة نظر، هو ما كانش مهتم بنسبة المبيعات، هو كان بيكتب قصص ديريك ستورم عشان كان دايما عنده جديد يقدمه في كل جزء. لكن لما خلاص سلسلة القصص دي ما بقاش فيها جديد وما بقاش لاقي حاجة يضيفها، قرر إنه ينهي الشخصية وينهي السلسلة بالكامل، لأن الموضوع بالنسبة له مش فلوس وخلاص، بس هو كان متأكد إنه هيقدر يبني سلسلة غيرها وهتنجح بنفس النجاح وأكتر. أما جينا فما كانتش واثقة فيه، لأنه كان المفروض يسلمها القصة الجديدة من 9 أسابيع ولغاية دلوقتي لسه ما خلصهاش، وهي كانت عارفة إنه ما بقاش عارف يألف كويس زي الأول، وادت له مهلة 3 أسابيع عشان يسلمها القصة الجديدة، يا إما هتسترد منه دفعة التعاقد. ودي مارسا أم كاسل عايشة حياتها بالطول والعرض، ودي أليكس بنته عكس جدتها خالص، وأهم حاجة عندها دراستها، لدرجة إنها كانت بتحل الواجب في الحفلة وبتذاكر الامتحان الأسبوع الجاي. وكاسل اتكلم مع أمه على جنب، وكان عارف إن هي اللي قالت لجينا طليقته إنه ما بقاش بيألف، وعرفته إن هي فعلا اللي قالت لها. وكاسل كان عايزها ما تعرفش أي حد حاجة عن شغله بالأخص جينا، وهي بتتكلم معاه لمحت واحد في الحفلة شكله عجبها وما كانش لابس دبلة، فراحت عشان تتعرف عليه وسابت كاسل. كاسل مش أب مثالي، لكن كان بيحاول يكون أب كويس، وما كانش عايز بنته تهتم بالمذاكرة بس وتفضل واقفة في مكانها، وعايزها تستكشف الحياة وتكسب خبرات جديدة وتشوف حاجات غريبة عليها ومفاجآت. وهو بيتكلم مع بنته المحققة كيت جات له الحفلة عشان تسأله شوية أسئلة بخصوص جريمة القتل، وأخدته معاها مركز الشرطة، وكانت طلعت سجله الجنائي وكان مليان جرائم مخالفة للقانون ومقاومة الاعتقال، وكمان جريمة سرقة غريبة سرق فيها حصان ضابط شرطة، بس في كل مرة التهم كانت بتسقط من عليه. وكاسل ما كانش عنده أي مشكلة مع الجرائم دي، ورئيس البلدية هو اللي كان دايما بيخرج كاسل من المشاكل اللي بيقع فيها، لأنه من أكبر المعجبين بالقصص بتاعته. وكاسل بدأ يعاكس كيت ويفتح معاها كلام جانبي، بس هي كانت عارفة تاريخه وعارفة إنه مستهتر وعلاقاته نسائية كتير، واتجاهلته تماما وسدت في وشه الطريق ودخلت في القضية على طول، وعرفته على جريمة قتل أليسون وورت له صورتها، وسألته إن كان قابل أليسون قبل كده، بس هو عرفها إنه عمره ما شافها. وورت له صورة تانية لمحامي قضايا تعويضات اسمه مارفن، وعرفته إن مارفن اتقتل في مكتبه من أسبوعين، وكان ميت بنفس الطريقة اللي ماتت بيها الشخصية في قصة كان كاسل كتبها اسمها جحيم لا يخلو من الغضب. وده معناه إنهم حاليا قصاد قاتل متسلسل، والقاتل ده أكيد واحد من معجبين كاسل، لأنه بينفذ الجرائم بنفس الطريقة اللي في القصص بتاعة كاسل. وفي وسط الكلام الجد كاسل قال لكيت واضح جدا إنك أنت كمان من معجبين الأوفياء، لأن قصة جحيم لا يخلو من الغضب ما اتباعتش بشكل كبير، بس أنت أهو طلعت متابعاني وقرأتيها. وكيت طنشت كلامه وسألته إن كان جات له رسالة غريبة أو مريبة قبل كده من شخص معجب، وكاسل من واقع خبرته في قصص الجرائم والتحقيقات كان عارف إن كيت بتسأل عن الرسائل، لأن في العادة القاتل مهووس بشخص بيحاول يتواصل معاه. وبدأ يتغزل في عينين كيت وهي برضه طنشته، وطلبت منه إنهم يطلعوا على رسائل المعجبين اللي جات له. وكاسل كان عايز نسخة من ملف القضية عشان يتفخر بيه وسط أصحابه المؤلفين، لأنه كده وصل لدرجة نجاح كبيرة إن في حد بقى بيقلده بالظبط. أما كيت فكانت متعصبة منه لأن في ناس ماتت هنا، ناس حقيقيين مش شخصيات في قصة من قصصه. بعد كده كاسل رجع بيته، وأليكس بنته كانت عايزة تعرف اللي حصل، وحكى لها عن موضوع القاتل اللي مهووس بيه وبيقلده. بس كاسل كان شايف إن في حاجة غلط، لأن القاتل اختار قصتين يقلدهم من أقل قصص كاسل في النجاح والمبيعات. تاني يوم كيت جابت لزمايلها النسخ اللي عندها من قصص كاسل عشان يقرأوها ويبقوا عارفين كل مسارح الجريمة اللي في القصص، عشان يلاحظوا لو حاجة متغيرة في الجرائم الحقيقية. وكانت شاكة إن القصص دي هي اللي فيها الرابط بين المحامي والأخصائية الاجتماعية اللي اتقتلوا، وكمان ممكن يعرفوا عن طريق القصص الضحية اللي عليها الدور ممكن تكون مين. بعد كده كاسل راح المركز وكان جايب معاه كل الرسائل اللي المعجبين بعتوها له، واتكلم مع منتجمري رئيس كيت
وعرض عليه انه يساعدهم في التحقيق بما ان القاتل بيستخدم اسلوب القصص بتاعته، ومونتجمري وافق. بس كيت ما كانتش عايزه تشتغل مع كاسل لانه شخص مستهتر، بس مونتجمري كان خلاص قرر، وكاسل كان عارف انها مش طايقاه وكان مبسوط انه بيضايقها. بعدها كيت سالت كاسل انت ليه هنا؟ واضح جدا ان الضحايا مش صعبانين عليك ولا انت مهتم بتحقيق العداله، ايه اللي جابك؟ وكاسل قال لها انا هنا عشان اعرف القصه اللي ورا الجرايم دي، عايز اعرف ليه القاتل اختار الناس دول بالذات عشان يقتلهم. وكيت كانت مقتنعه ان مفيش قصه ورا الموضوع ولا حاجه، ده مجرد قاتل مختل بينفذ جرايم قتل بطريقه عجبته. اما كاسل فكان متاكد ان الموضوع وراه سر، وقال لها كل حاجه وراها قصه. انت مثلا بالتحليل الظاهري ليكي مش المفروض تكوني بتشتغلي شغلانه صعبه زي دي؟ واحده جميله زيك وذكيه في العاده هتشتغل محاميه مش محققه في البوليس، بس انت هنا اهو بتشتغل محققه، يبقى اكيد في قصه ورا الموضوع. وكيت كانت فاكره انه بيقول اي كلام، بس كاسل اكد لها كلامه وقال لها انت اكيد كان عندك فرص شغل كتير لما اتخرجت من الجامعه، واكيد كلها كانت فرص احسن، بس انت اخترتي الوظيفه دي، ومعنى كده ان اكيد في جريمه صعبه حصلت في حياتك، والجريمه دي حصلت لحد عزيز عليكي، حد انت كنت بتحبيه، وانت قدرتي تتخطي الموضوع، بس الشخص المسؤول عن الجريمه ما اتقبضش عليه وما اخدش جزاؤه، وعشان كده انت بقيتي محققه. وهو بيتكلم ملامح وش كيت اتغيرت وكانت هتعيط، وكاسل اخد باله وزعل عليها وعلى ايا كان اللي حصل لها وقفل على الموضوع. بعد كده كيت لقت في وسط الرسائل اللي اتبعتت لكاسل رساله مرسومه عليها جثه بنفس الطريقه اللي ماتت بيها اليسون، ورساله من شخص بيقول له انه معجب بالقصص بتاعته. وكيت بعتت الرساله للمعمل الجنائي عشان يطلعوا بصمات من عليها ويعرفوا هويه الراسل، بس الموضوع ده كان هياخد كذا يوم بسبب ضغط الشغل على المعمل. فقام كاسل اتصل على رئيس البلديه وكان بيكلمه عادي كانهم اصحاب، ولما خلص المكالمه قال لكيت نتائج البصمات هتكون عندك بعد ساعه. وكيت كانت متضايقه لانه بالطريقه دي تخطى دور محققين تانيين مستنيين برضه من المعمل نتائج عينات هم شغالين عليها. وكاسل فضل يعصبها وقال لها انت متضايقه اني بسهوله كلمت رئيس البلديه وخلصت الموضوع. وهم بيتكلموا كيت جالها بلاغ بجريمه قتل تانيه، ولما وصلوا مكان الجريمه كان حمام سباحه، والضحيه هي بنت اسمها كندرا اتقتلت بنفس طريقه قتل كانت في قصه كاسل كتبها اسمها موت ملكه الحفل. وكيت قالت لكاسل يقف في جنبه ما يتدخلش في حاجه، بس اول ما مشيت راح يتكلم مع لاني الطبيبه الشرعيه، وكيت شافته وما كانتش عايزاه يتدخل في القضيه. وعرفت من لاني ان سبب الوفاه مش السكينه المغروزه في ظهر القتيله لان مفيش اثر للدم حوالين الجرح. وكاسل كمل على كلامها وقال كمان هي ما ماتتش غرقانه لان مفيش رغاوي حوالين الفم، يعني القاتل قتلها الاول وبعد كده غرز السكينه في ظهرها ورماها في حمام السباحه عشان يبقى كانه عمل نفس طريقه القتل اللي انا كتبتها في القصه. وكيت اخدته على جنب وكانت متعصبه منه وقالت له انت مش جاي رحله هنا، لما اقول لك ما تتدخلش يبقى ما تتدخلش. وكاسل اتجاهل لكلامها وقال لها في حاجه كمان، لون فستان البنت متغير، في القصه اللي انا كتبتها الفستان كان ازرق لكن الفستان اللي البنت دي لابساه اصفر. وهم بيتكلموا كيت جالها مكالمه وعرفت ان نتائج البصمات ظهرت، والبصمات طلعت بتاعه واحد اسمه كايل وعرفوا عنوانه. وكيت وافراد الشرطه راحوا على عنوان كايل وطلبت من كاسل يفضل في العربيه وما يطلعش معاهم، بس اول ما خرجت من العربيه خرج وراها. وكيت اقتحمت الشقه وما لقوش حد جوه، بس الشقه كانت مليانه قصص لكاسل وكمان صور للثلاث ضحايا اللي ماتوا اللي هم اليسون والمحامي وكندرا، وكمان صور لكاسل ومقالات كتير عنه. وكاسل طلع الشقه وشاف كل الادله الموجوده، وكمان لقوا القميص اللي اليسون كانت لابساه وعليه اثر الرصاصتين مكان ما القاتل ضربهم عليها، ولقوا كمان المسدس اللي القاتل استخدمه. وفجاه سمعوا صوت جاي من دولاب الهدوم، وطلع ان كايل كان مستخبي جوه وكان مضطرب جدا ومتوتر ومش متوازن، وقبضوا عليه. بعد كده كيت جمعت معلومات عن كايل وعرفت انه بيشتغل في مطعم، وكمان جابت سجلات كايل الطبيه وعرفت انه مريض عقلي وكان بيتعالج في المصحه اللي اليسون كانت بتشتغل فيها. ومونتجمري رئيسها قال ان خلاص كده القضيه خلصت لان كل الادله كانت في شقه كايل، وكمان طلع انه يعرف اليسون. اما الضحيتين التانيين فممكن يكون مثلا شافهم في المطعم اللي بيشتغل فيه. بس كاسل ما كانش مقتنع ان القضيه كده خلصت، وقال لي كيت القصه دي ما تدخلش العقل، اكيد في حاجه غلط. اما كيت فكان بالنسبه لها ان كده خلاص القضيه اتقفلت لان عندها متهم وعندها ادله تدينه. وبالليل كيت كانت بتقرا في ملف كايل وعرفت انه كان بيدخل مصحات كتير على مدار حياته بس ما كانش بيكمل في ولا واحده منهم، لغايه ما اليسون هي اللي مسكت حالته في المصحه، ومن ساعتها هو مستمر على العلاج وكان بيتحسن، وهي كمان اللي جابت له شغل في المطعم. اما كاسل فكان في الوقت ده قاعد مع اصحابه المؤلفين بس هو كان سرحان، واصحابه فكروا انه سرحان في قصه جديده. كاسل قال لهم انا بكتب قصه عن واحد مهووس بمؤلف مشهور وبينفذ جرائم قتل بنفس الاسلوب اللي في قصص المؤلف، والقاتل ده ما سابش اي دليل عليه في مسرح الجرائم، لكن القاتل كان كتب لمؤلف رساله اعجاب قبل كده وكان عليها بصماته، والرساله دي بتتحول لدليل بيوصل البوليس لمعرفه هويته والقبض عليه. ولما البوليس اقتحم شقته لقوها مليانه بادله تدينه في الجرائم اللي عملها فقبضوا عليه. واصحاب كاسل ما عجبتهمش القصه وقالوا له دي سريعه قوي وسهله وكمان فيها غلطات، قاتل زي ده ما سابش اي دليل عليه في مسرح الجريمه، ازاي هيبعت رساله عليها بصماته؟
ونصحوه انه يخلي القصه تمشي في اتجاه تاني، هو ان في قاتل حقيقي، والقاتل ده هو اللي قصد يلبس الجرايم في الشخص المهووس بالكاتب، وهو اللي حط له الادله في شقته، وكمان هو اللي بعت الرساله. ولازم كاسل يبني في القصه شخصيه تصدق ان الشخص المهووس بريء، والشخصيه دي تحقق في الموضوع وتثبت براءته. وكاسل اقتنع بكلامهم لانهم اكدوا رايه في القضيه. تاني يوم كيت وصلت المكتب ولقت كاسل على مكتبها، وقال لها انه جايب لها هديه بمناسبه شراكتهم في القضيه. وكانت الهديه هي كتابه اللي لسه هينزل وكان موقع عليه، وشكرها وبسها من خدها ومشى. وكيت فكرت للحظة وبصت في الملفات اللي على مكتبها، ولقت إن كاسل سرق ورق ملف القضية. بعد كده عرفت مكانه وراحت قبضت عليه بتهمة تعطيل سر العدالة والسرقة. بس كاسل كان مبسوط لأنه كان عارف إنها هتيجي وراه. وقال لها الورد اللي كان على جثة أليسون مش نفس النوع اللي كان في الرواية اللي أنا كتبتها، وده معناه إن قايل بريء. لأن لو قايل مهووس بيا فعلا وبالقصص بتاعتي هينفذ الجريمة بنفس الطريقة اللي أنا كتبتها بالظبط. وبالليل أمه وبنته راحوا المركز واستلموه بعد ما اتكلموا مع منتجمري رئيس كيت، ومونتجمري وافق يخرجه بس بشرط انه ما يتدخلش في القضيه تاني. وقبل ما كاسل يمشي قال لكيت انا برضه متاكد ان انتوا قبضتوا على الشخص الغلط. وكلام كاسل خلى كيت تفكر، وكانت فعلا شاكه ان في حاجه غلط في القضيه، واتكلمت مع زميلها عن القضيه، وقالت له المفروض دلوقتي ان قايل قتل شخص عشوائي من زباين المطعم مثلا، وبعدها قتل أليسون اللي هو عارفها بحكم شغلها في المصحه، وبعد كده رجع تاني قتل شخصيه عشوائيه برضه من زباين المطعم مثلا. ليه الترتيب الغريب ده؟ في الوقت ده كاسل كان بيقول نفس الكلام لبنته، وكان متأكد إن في قاتل حقيقي هو اللي لبس قايل الجرايم دي، والشخص ده أكيد عارف إن قايل مريض وإنه مهووس بيا وبالقصص بتاعتي. وده معناه إن القاتل الحقيقي مش قاتل متسلسل، لكنه قاتل ليه دافع وهدف معين من جرايم القتل. وفضل يفكر شوية وقال لبنته لو أنا اللي بكتب القصة دي كنت هخلي القاتل يقتل الهدف بتاعه، وكمان يقتل الاتنين التانيين كتغطية على جريمته. لأن لو قتل ضحية واحدة البوليس وقتها هيدور على دافع للقتل وممكن يوصل للقاتل، لكن لو في 3 ضحايا ساعتها البوليس مش هيدور على دافع، لكن هيدور على رابط بين ال3 ضحايا. وبوجود شخص مريض زي قايل فالبوليس هيصدق بسهولة انه مجرد شخص مختل قتل 3 اشخاص عاديين بدون دافع معين، لان القتلة المتسلسلين في العادة مش بيكون عندهم دافع للقتل. وفي نفس الوقت ده كيت كانت بتفكر وبتقول ان القاتل لو بيتبع اسلوب كاسل في القصص بتاعته ليه يستخدم نوع ورد مختلف. وكمان المحامي اللي هو الضحية الاولى مات مشنوق، برغم انه في القصة بتاعت كاسل مات مخنوق بكيس بلاستيك، يعني برضه هنا الجريمة ما اتنفذتش بنفس التفاصيل بالظبط. وكمان القاتل كان ملبس الضحية التالتة فستان أصفر، مع إنه في القصة كان الفستان لونه أزرق. واحد مهووس زي قايل مستحيل ينسى تفاصيل زي دي. وكاسل برضه كان بيفكر بنفس الأسلوب، فتوصل لأن القاتل أكيد كان عارف الضحايا وعارف حالة قايل المرضية، وبما إن الوحيدة اللي كانت عارفة حالة قايل من الضحايا هي أليسون يبقى أكيد هي مفتاح حل الجريمة. وأكيد القاتل كان بيحاول يداري على قتلها بقتل 2 كمان غيرها. وكيت برضه وصلت لنفس الاستنتاج. تاني يوم كاسل راح يقابل تسدال ابو اليسون، وكيت كمان كانت جايه تقابله، ولما شافت كاسل خليته يجي معاها وطلعوا قابلوا ابو اليسون. وكاسل كان عمال يتجول في المكتب وسال تسدال ان كان لاليسون اي اعداء هيستفيدوا من موتها. وتسدال قال له انا عندي اعداء كتير عشان انا غني، لكن اليسون ما كانش ليها اعداء لانها كانت دايما بتبعد عن فلوسي وكانت اصلا بتكره الفلوس، وكل اللي كان حالتها اتبرعت بيه للجمعيات الخيريه. وكيت كانت هتمشي بس كاسل سال تسدال الصحافه بتقول ان ثروتك حوالي 100 مليون دولار، مظبوط الكلام ده؟ وتسدال رد عليه وقال له ايوه مظبوط. وكاسل ساله الفلوس دي هتروح فين بعد ما انت تموت؟ وتسدال قال انا كنت عامل وصيتي ان نص ثروتي تتوزع على ابني وبنتي والنص التاني يروح للمؤسسه الخيريه بتاعتي، لكن حاليا الثروه هتتوزع بين ابني والمؤسسه الخيريه. وبعد ما خرجوا من عنده كاسل قال لكيت تسدال بيحتضر، هو خلاص في اخر ايامه. خدت بالك من الصور بتاعته اللي في المكتب؟ كان شكله فيها وزنه زياده عن دلوقتي، هو خس جدا دلوقتي، وده اكيد بسبب مرض مش مجرد تنقيص وزن. وكمان لما كان كل شوية حاسس على شعره واضح قوي انه مركب باروكة لانه اكيد بيتعالج بالكيماوي، وملمس باروكة الشعر كان غريب عليه عشان كده كل شوية بيتأكد انها معدولة. وكمان كان حاطط مساحيق تجميل عشان تداري الشحوب اللي على وشه، لانه اكيد مش عايز المستثمرين اللي في شركته يسحبوا اسهمهم لما يعرفوا انه بيموت. وسأل كيت ان كانت استجوبت اخو أليسون قبل كده، وقالت له لا ما حصلش لان ما كانش فيه داعي، عشان احنا قلنا ان اللي قتل أليسون هو شخص مهووس بالقصص بتاعتك، يعني مش شرط يكون عارفها. وكاسل قال لها دلوقتي بقى في داعي بعد ما عرفنا ان اخوها هيورث هو نص الثروه لوحده. وراحوا لهاريسون اخو اليسون وكان عنده شركه شحن، وطبعا كان عارف ان كايل اتقبض عليه ومتهم بقتل اخته. وكيت سالته امتى اخر مره شاف فيها اخته، وعرفها انه شافها من شهر في بيت ابوهم، وقال لهم ان اخته كانت دايما بتحب تساعد الناس لدرجه انها في مره جابت له كايل عشان يشغله عنده، بس هاريسون رفض لان كايل عنده مشاكل عقليه ولو غلط في الشغل هاريسون هو اللي هيتحمل الخسائر. وكان ندمان انه ما ساعدش كايل لان يمكن لو كان شغله وقتها ما كانش كايل قتل اليسون. وكيت سالته رد فعل اختك كان ايه لما ابوكم عرفكم انه خلاص بيموت، وهاريسون قال لها طبعا كانت زعلانه عليه.
وكاسل قال له دلوقتي بعد ما هي ماتت انت هتاخد نصيبها في الميراث كمان. وهاريسون قال له قصدك ايه؟ وبعدين مش انتوا خلاص اصلا قبضتوا على اللي قتلها؟ وكيت ردت عليه وقالت له احنا فعلا قبضنا عليه، بس اول حاجه المحامي بتاعه هيعملها هي انه هيدور على حد مستفيد من موت اليسون عشان يخليه مشتبه بيه في القضيه، وساعتها هيحققوا معايا وهيسالوني ليه ما اتحرتش عنك عشان اتاكد انك مش مشتبه فيه في الجريمه، وهيئه المحلفين في المحكمه وقتها هتشك فيك، واحنا مش عايزينهم يشكوا في واحد بريء زيك، وعشان كده انا لازم اعرف انت كنت فين وقت وقوع جريمه قتل اختك. وهاريسون قال لها انا كنت مسافر وقت وقوع الثلاث جرايم، وورى لها الباسبور بتاعه. وكيت وكاسل كانوا متوقعين ان الباسبور هيبقى فيه حاجه غلط، لكن المفاجاه انه طلع سليم ومثبت فيه انه فعلا كان بره البلد في تواريخ الثلاث جرايم. وبعد ما خرجوا من عنده كاسل كان مصدوم لانه كان متاكد ان هاريسون هو القاتل، لكن كده طلع بريء. وكيت قالت له انت صدقته ولا ايه؟ ده بيكذب طبعا. انا سالته كان فين ليله قتل اخته، فهو راح مجاوب بسرعه انه ما كانش في البلد وقت وقوع الثلاث جرايم، مش جريمه اخته فقط. وكمان عرف منين اصلا تاريخ وفاه الضحيتين التانيين. هو كان جاهز بالباسبور وحجه الغياب، ومن واقع خبرتي الناس الابرياء مش بيكونوا مجهزين حجه غيابهم بالدقه دي. بعد كده زميل كيت تواصل مع البنك اللي هاريسون دفع عن طريقه سعر تذاكر الطيران، وطلع انه فعلا اشترى تذاكر الطيران في التواريخ اللي مكتوبه في الباسبور، يعني فعلا هو كان خارج البلد في التواريخ دي. وكيت شكت انه ممكن يكون اشترى التذاكر بس ما سافرش، وزور الطوابع والاختام اللي على الباسبور عشان يبان انه سافر فعلا. بس كاسل قال لهم انا لو بكتب قصه ما كنتش هعمل كده، كنت هخلي القاتل يكون معاه باسبور تاني احتياطي، الباسبور الاصلي يسافر بيه بشكل رسمي عشان يتحط عليه ختم السفر، والباسبور التاني يرجع بيه هنا بعد ما يسافر على طول ويرتكب جرائم القتل، وبعدها يسافر تاني بنفس الباسبور الاحتياطي ويرجع بعد تاريخ وقوع الجرائم بالباسبور الاصلي، ويبقى كده مفيش اي دليل عليه. وكلهم فكروا ان اكيد هاريسون بعد زياره كيت ليه النهارده هيخاف وهيحاول يتخلص من الباسبور التاني، وكيت طلبت من زمايلها يراقبوه. وراحت هي وكاسل للقاضي ماركوي عشان تطلع منه اذن بتفتيش شقه ومكتب هاريسون، بس كاسل وماركوي كانوا عمالين يتكلموا سوا عن الرياضه لان هو كمان يعرف كاسل ومن المعجبين بتوعه. وكيت طلبت منه اذن التفتيش وكاسل اقنعه انه يديلها الاذن. بعد كده كيت جالها مكالمه من زمايلها وعرفت ان هاريسون رايح على بيته، وراحت على هناك هي وكاسل. وهاريسون لما وصل البيت طلع فعلا معاه باسبور تاني وفرم الباسبور في مكنه فرم الورق، يعني فعلا هو اللي قتل اخته وقتل الضحيتين التانيين. وكيت وزمايلها وصلوا عند بيته وعرفت منهم انهم عملوا تحريات عن هاريسون، وطلع انه مديون بملايين الدولارات وشغله كله ممكن ينهار. وكاسل قال لهم لكن بفلوس الميراث هيقدر ينقذ شغله. وكيت قالت له لو هتدخل معانا لازم تكون مسلح، في مسدس موجود في تابلوه العربيه روح هاته. وكاسل راح يجيبه فعلا، بس كيت طلع بتضحك عليه، كلبشته في العربيه عشان ما يدخلش معاهم. بس كاسل طلع معاه مفتاح كلبشات في محفظته وطلع المفتاح بس وقع منه على الارض. وكانت طلعت لشقه هاريسون وفضلت تخبط وهو كان جوه بيفرم الورق اللي فيه معلومات عن باقي الضحايا، بس ما كانش لسه اتخلص من كل الورق. وكيت كانت هتقتحم الباب، فهاريسون لم قصائص الورق وباقي الملفات واخد مسدسه وهرب من الشباك على الشارع الخلفي. وكاسل كان بيحاول يجيب المفتاح لغايه ما قلع الجزمه وجاب المفتاح بصوابع رجله، وشاف هاريسون وهو نازل على سلالم المبنى الخلفيه وفتح الكلبشات وطلع يجري وراه، وكلم كيت عرفها ان هاريسون بيهرب من الشارع الخلفي وهو بيطارده. وكيت نزلت وراهم، بس هاريسون كان مسك كاسل ومهدده بالمسدس، وكيت ما كانتش قادره تضرب عليه نار عشان خايفه ان كاسل يموت. وكاسل قال له طالما شغلك كان بينهار ليه ما طلبتش فلوس من ابوك، وكان بيشاور لكيت عشان تستنى وتفضل مكانها. وكمل كلامه وقال لهاريسون انا متاكد انك طلبت منه فلوس بس هو رفض، شخص عصامي زيه اكيد رفض يساعدك، واكيد كان شايف انك مش قادر تعتمد على نفسك. وهاريسون اتعصب وقال ابويا كان غلطان، وكل اللي كان بيهمه هي بنته وانا ما كنتش مهم بالنسبه له. واعترف انه فعلا قتل اليسون اخته عشان ياخد نصيبها في الميراث بعد ما ابوه يموت، وان هو سرق ورقه من شقه كايل وكتب عليها رساله الاعجاب وبعتها لكاسل، وهو اللي حط الادله في شقه كايل عشان يلبسوا الجريمه. وكاسل قال له بس انت ما قتلتش اليسون عشان الفلوس فقط، انت كمان كنت عايز تنتقم من ابوك قبل ما يموت وعايز تحرق قلبه على بنته اللي كان بيفضلها عليك. وكيت كانت لسه رافعه المسدس على هاريسون، وهاريسون وجه المسدس عليها عشان يضربها بالنار ويهرب، بس كاسل ضربه في وشه واخد منه المسدس. وكيت كلبشته وزعقت لكاسل لانه كان ممكن يتسبب في قتل نفسه، وكاسل قال لها ما كانش هيجرى لي حاجه، هو اصلا نسي يرفع زرار الامان والمسدس ما كانش هيضرب، وما رضيتش اقول لك من الاول عشان اعيش الاجواء دي شويه. وهاريسون اتقبض عليه، وكيت سلمت على كاسل عشان خلاص كده تعاونهم خلص، بس هو كان عايز يفضل معاها ويخرجوا سوا في اي مطعم ويتعرفوا على بعض اكتر، بس هي رفضت، وكاسل كان واضح عليه انه بدا يعجب بيها. بعد كده كاسل بدا يكتب قصته الجديده والقصه اللي بيكتبها عن كيت. وبعد ايام مونتجمري قال لكيت انه لسه مستقبل مكالمه من عمده نيويورك، وطلع ان كاسل كلم العمده وعرفه انه بيكتب قصه جديده عن محققه شرطه ذكيه، وطلب منه انه يشارك مع كيت في القضايا بتاعتها عشان يتعرف اكتر على شخصيتها لان ده هيساعده في كتابه قصته. والعمده وافق لانه من معجبين كاسل هو كمان. وكيت قالت لمديرها انها مش موافقه تشتغل مع كاسل لانه زي الطفل الصغير وما بيعرفش ياخد اي حاجه على محمل الجد، بس مونتجمري صمم لانه ما ينفعش يرفض طلب العمده.
وكيت اضطرت توافق إن كاسل يكون معاها في كل قضاياها لغاية ما يخلص القصة بتاعته، ولفت لقت كاسل في وشها وكان عمال يغيظها، وخلصت الحلقة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. إيه رأيكم بعد ما مسلسل المحقق بيرس يخلص نكمل المسلسل ده، ولا المسلسل ما عجبكمش وبلاش أعمله؟ يا ريت تعرفونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. سلام.